يسعد مساكم بنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وصحة وسلامة. الكل وحدة ضايجة تجي وياي وتتفرج على المشتريات مال حاجة ألف. طبعا قلبكم ومحب كل شي تلقون عندهم بقى هاي القطاعات مال البطاطا، وأيضا مال جزر، وهنا السكاكين. ايش أقول لكم يعني؟ يمكن الوصف يعني الحكي ما يوفي حق الفيديو، لأن دا تشوفون مجموعة اشقد كبيرة من المكياجات. كل هاي المكياجات هي كوبي وان أكيد، بس يعني التشكيلة كلش حلوة وكلش راقية، وكل هاي الحاجات على 1000 دينار. أخاف تجي وحدة وتقولي ما ذكرتي الحاجة الفلانية، أو الله عليش دلينا، ترى احنا ما ننزل واحنا من أهل بغداد جديدة. بنات هذا الشمبر مقابيل سينما البيضاء وانتي داخلة بداية السوق. ماشي بنات؟ عندهم هاي التشكيلة، اكو افران ما الصمون، هي مقابلها بالضبط اول ما تدخلين على السوق. حبيت اشوفه لكم واشرح لكم المكان حتى لا تسألوني. هنا الاكسسوارات، شوفي هذا مال يعني الاكسسوار الهندي، وصبغ اظافر وتراتشي، وهذا اخذت من عنده مريومة اذا تتذكرون. هنا مستلزمات التنظيف مال البشرة والسكراب وأظافر، وهذا الشد بكل أنواعه، والأظافر بكل أنواعها، والحمر بكل أنواعها، هاي حمر سحرية وألوان، وأسيتون أيضا عنده أشكال ألوان، يعني أكثر من نوع وأكثر من شركة، عنده مجموعة كلش كبيرة. هذا يشوف مريومة بس ما حبته. بعد هنا السكرابات مال الوجه، وهاي عيدان الإذان، ماسكات مال شعر، ماسكات مال وجه، وأيضا منظفات، هذا مرطب مال بشرة ومال إيد، وشاور مال جسم أيضا، وفازلين، وهاي الشيرة الأردنية، وأكلين العراقية، ما أعرف عراقية، ما أعرف سورية، لا أعتقد سورية، إي نعم. وهذا حبيت أشوفه لكم، هذا تتذكرون معجون الأسنان الكوري اللي أنا اشتريته ب3000، يا تشوفوه حاجة 1000 دينار بنات، وأصلي، وتأكدت من عنده نفس العطر ونفس كل شي، حتى الملمس مالته نفسه. مع الأسف بكل شي كلاشي أخذته من عندهم ب3000، وأيضا موجود على كثير من البيجات ب3000. اكو بنية دزت لي مشتريته من بيج ب30,000. هاي شلونكم بيها؟ هي حاجة 1000 دينار بنات يا معودين. والله بغداد جديدة بيها شغلات كلش حلوة. فرش مال شعر، قرطاسية ايضا كان عندهم، ومشوطة وفرش، يعني واحد ما يعرف شنو يختار بالضبط. هاي المرايات، اكو بنات احتمال تقول لا هذا مو اصلي، هذا مو زين، هذا ما اعرف ايش. طيب اوكي، هاي اذا انتي دا تحجين عن المكياجات. طيب والقرطاسية يعني الفرش مال شعر وغيرها، والستاندات يعني مال التليفون مال الموبايل، وهواية امور، فرش اسنان ومعاجين. فاللي ما عاجبه ويقول مو اصلي لا ياخذ او لا يتفرج اساسا. هو هذا المتوفر بالاسواق، وهذا عشق كل البنات. إذا تجي وحدة أو اثنين ينتقدون، أبدا مو فد مشكلة، لأنه ما يسوون أي شي، حتى لو كانوا 100 ما يسوون شي مقابل الآلاف. وعادي، هذا كلام مال مضغوطات، مو مشكلة. وهي حتى الحاجة 1000 يمكن هم ما تقدر تشتريها، بس مجرد تحشي هالشكل. هاي منظفات مال أرضيات أيضا موجودة، وقدم مال سيليكون للرجل موجودة أيضا. وتعالوا شوفوا هنا أنا مريومة شنو لقيت. شوفوا هذا، شوفوا الأحمر، أنا راح أسوي لكم إياه. هذا كعب الغزال، لقيته ب1000 دينار، وأني قبل بيومين مشتريته من ساحة ميسلون ب5000 من العطار. بس أروح أقول له ليش بعت إياه ب5000؟ طبعا أكيد راح يقول لي هذا اللي أخذتيه مو أصلي واللي عندي أصلي. فهو نفس الشي بنات، وأساسا ما يحتاج تشتروا، لأن أنا حأعلمكم طريقة شلون تسووه. مجرد يسووه بغير ديكورات ويجون يبيعوه للعالم، وأكو ناس على نيتها ما تعرف، مثل ما يقول تاخذ، والإمكانية بعض البنات ما تسمح، فعليش إنه أنتي تاخذين عدة شغلات والإمكانية ما تسمح. بعد الساعات شقد حلوة، القلادات أيضا شوف شقد حلوة، كلها على 1000. هاي الإكسسوارات والسوارات، هذا الذهب ما أعرف شنو يسموه، روسي ما أعرف شنو هو، كله على 1000 دينار.
يعني حتى إذا واحد يعني أكو شغلات إنه ممكن يستغني عنها أو ما تعجبه يقول هاي مو أصلية، بس أكو شغلات حلوة يعني أكيد راح تجذب الشخص ويروح يشتريها بدون ما يفكر. باع هاي العطر كلها على 1000 دينار الشيشة. فأني حبيت أشوفكم لأنه هواية بناتي دزولي ليش ما تصورين المكانات اللي ترحين بيها. صحيح أني ظليت فترة قطعت ما أصور الشغلات اللي يعني وين ما أروح ما أصور، بس هسه قلت خليني أصور لكم بناء على طلب من كثير من الحبايب. بنات هاي تتذكرون شوفتها لكم اشتريت من عندها الفرشة مال تنظيف مال البشرة، فكل شي عنده حتى تونرات عنده وفازلين للرجال وللنساء أشكال أنواع. هذا المي ورد أيضا أخذته من عنده البخاخ ب1000 دينار. كل هاي البسطية اللي تشوفوها كلها حاجة 1000 ما تتجاوز 1000 دينار. هاي السكرابات أشكال ألوان صوابين وفازلين عدة شركات أيضا عنده هذا الألوفيرا هم ب1000 دينار. هذا مال حليب مقشر مال بشرة. فيعني واحد من يتفرج ويشوف هالشكل الله أنا قد أفرح من أشوف الأشياء رخيصة، حتى أنه كل الناس يقدرون يشترون. إن شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة، والكل تقدر إن شاء الله تشتري اللي بنفسها وزيادة. يعني اشتريت كم حاجة ما كنت محتاجة هواي شغلات ودفعت أعتقد 21 ألف، لأن أنا كل شي ما مشتريه. وشوفتكم المشتريات بالفيديو نزلتهن لكم. معاجين الأسنان حتى بودرة مال أطفال بعدة أنواع. الحلو بهذا الشامبر يختلف عن باقي الشنابر لأنه كل حاجة تحتاجيها تلقين عنده فد 5 شركات مو شركة واحدة، حتى تختارين الشيء اللي يناسبش طبعا. أما السعر هو نفسه، بس يعني هاي تعتمد على الأذواق، كل واحد وذوقه وشنو الماركة اللي هو مستعملها وحاب يقتنيها. هاي شغلات المطبخ هاي أني كنت جايبتهم من سوريا. هاي شغلات كلش حلوة. وهنا نذني مال الحمامات أيضا النفتالين وتعلاقات ومخدات وجوه مال المخدات كلها هاي على 1000. بس الخاوليات قال لي أعتقد الواحد سعره ب3000 دينار. أسعارهم تختلف. هاي الأطواقة القراصات العفوا أشكال ألوان القراصات والأقلام. شوفي خل القراصات ويا القرطاسية، وهاي الأقلام والمقاطيط والماجيك، أقلام صبورة أيضا محفظات دفاتر قرطاسية كاملة. شوفي هاي الشموع كلش حلوات تعجبوني. هاي بلاستيك، حتى هاي الطاوة على 1000 دينار بنات. وهاي المواعين مال التقديم أيضا على 1000. يعني كل ما يحتاج البيت والأطفال وأم البيت تلقوه. هذا أبدا مو إعلان ولا أي شيء، مجرد شفت أنه أنتوا تحبون هاي الشغلات قلت خليني أنزله لكم. هاي المكياجات اللي كلكم تسألون عليها. شوفوا إيش كم نوع أكو. يعني مريومة كانت مختارة بعض الشغلات، بس شوف إيش قد أكو شغلات موجودة. فبعد هاي يعني تعتمد على انتي شنو حابة الألوان اللي انتي تاخذيها. هذا أخذت من عند مريومة. هاي الفرش أيضا مال مكياج. مع الأسف بعض البنات دزولي إنه مو بكل المحافظات متواجدة عندهم هاي الشغلات الحلوة وم الحاجة 1000. فيعز علي هذا الشي، يا ريتكم وانتم ببغداد وتقتنون كل الشغلات اللي بنفسكم. إن شاء الله من تجون زيارة أو شي تاخذون كل الشغلات اللي تحتاجوها. حبيباتي لهنا نخلص الفيديو مالتي لهذا اليوم.
إن شاء الله ألتقيكم على فيديو جديد أكيد، انتظروني. أترككم برعاية الرحمن وحفظه. باي باي.